السلام عليكم. استطاع برهان بسيس أن يفتك مكانه داخل المشهد الإعلامي التونسي سواء قبل الثورة أو بعدها. أنك تحبه أو تكرهه تلك مسألة أخرى، لكن موقعه في الإعلام التونسي مهم جدا. وأنا شخصيا عمري ما حبيت برهان بسيس لمواقفه السياسية، خاصة وقت كان الشباب التونسي، الكثير من الشباب التونسي في المعتقلات والسجون والمنافي، كان برهان بسيس يمجد في بن علي. وممكن ثم حتى بعض أصحابي وأصدقاء دربي يتعجبوا علاش نعمل أنا اليوم شريط على برهان بسيس ونتمنى أنه يخرج من السجون. أنا نقول لهم يعني وسعوا بالكم وخلينا نتبعوا بشوي بشوي وسنفهم الكثير من الأشياء. برهان بسيس بعد ما تابعت مسيرة حياته وسمعت الكثير من أشرطته، بين لي أنه هو فعلا شاب تونسي له طريقة خاصة. يمكن أن يكون نموذج الشاب التونسي، ولكن يختلف على الكثير، يختلف حتى على طريقة حياتي أنا، ولكن هو نموذج خاص لشاب تونسي. برهان بسيس خريج الجامعة التونسية، قرأ في الجامعة التونسية، ومعروف أن الجامعة التونسية كانت من أنشط وأكثر الجامعات العربية حيوية ونشاطا، وكانت تعج بالمدارس الفكرية، خاصة المدارس الثلاث: الإسلاميون، اليساريون، والقوميون. طبعا العلاقة لم تكن وردية بين هذه التيارات الثلاث في كل المراحل، ولكن هناك أحداث مؤلمة، ولكن هذا لا يمنع أن الجامعة التونسية كانت من أكثر الجامعات حيوية ونشاطا. برهان لم يكن من القيادات الجامعية وما كانش رمز جامعي، ولكنه كان يبحث له عن موقع تحت شمس السياسة، ولذلك كان يكتب هنا وهناك حتى جاءته فرصة ذهبية على طبق من ذهب عندما اتصل به الرئيس المخلوع بن علي في مكالمة تاريخية. المكالمة هذيك غيرت حياة برهان بسيس وأصبح بمثابة الناطق الرسمي باسم الرئاسة. تقول لي علاش قبل برهان أنه يشتغل تحت ديكتاتور بن علي؟ هذه مسألة أخرى قد نختلف فيها وقد نتفق، لكن برهان بسيس نفسه يقول ما كانتش عندي الشجاعة أني نقول لا. وأنا حقيقة نفهم موقف برهان بسيس، مش بالضرورة نكون موافقه، لكن نفهمه. أولا برهان بسيس كان في تلك الفترة أستاذ، حتى الترسيم مازال ما ترسمش، وجي مكالمة من رئيس الجمهورية وتعرض عليه خدمات. باش نكونوا واقعيين، ما نتصورش أنه شخص آخر من البساطة أو أنه يرفض هذا العرض. ثانيا برهان بسيس يتفاعل مع بن علي اللي يشوف فيه يحارب في الإسلاميين اللي هم أيضا خصوم برهان بسيس. نحن نعرف أنه برهان بسيس، وكما يقول هو عن نفسه، طالب شيوعي ثم حافظ على شيوعيته، بل إنه يؤمن بالشيوعية في شكلها الألباني، يعني كما كان يتحدث عليها أنور خوجة، يعني في أسوأ أشكال الشيوعية. على المنابر ناقشت النهضة وعرضتها وحاربت الإسلاميين في المنابر الفكر، لكن الإسلاميين كانوا فرسان شجعان. الحاجة الثالثة واللي هذه قد نتفق فيها مع برهان بسيس، أنه برهان بسيس كان عنده قناعة تامة أنه النظام السياسي التونسي والدولة التونسية عريقة. النظام في تونس نظام قوي، النظام هو سليل دولة وطنية من سنة 1956. دعنا نتكلم بموضوعية ويزي من الكلام الفارغ. وأن هذا النظام متأصل ولا يمكن إسقاطه بمسيرة هنا أو هناك. وهذا أعتقد كل السياسيين في تونس كانوا مقتنعين بالكلام هذا حتى لين قامت الثورة. ويكذب عليك اللي يقول لك أنا كنت منتظر أنه تونس مش تقوم فيها ثورة. وحتى شعار ديجاج أول من رفعوه هم رفعوه البطال والطالب والمزمر واللي يخدم في الحظيرة، ولكن لم يرفعه بأي حال من الأحوال الأستاذ الجامعي والمثقف والمسرحي والفنان والمحامي. النخب كانت واضحة مع روحها، خرجت للشارع لتطالب بالحرية، الحرية، حرية التنظيم السياسي، حرية التعبير، ووجدت ذلك ونجحت في ذلك. هذاك عليه يحق لها أن تحيي هذه الذكرى وتفتخر بهذه الذكرى وتقاوم من أجل الحفاظ على مكاسب هذه الذكرى. الشعب اللي خرج وظن أن الأمر سيؤدي به إلى تحسن وضعه المادي القى العكس كاملا. إذن 14 جانفي هي جسر يزيد من الهوة ومن المسافة العميقة ما بين الشعب من جهة وما بين النخب من جهة أخرى. طيب خلينا الآن نغوصوا أكثر في شخصية برهان بسيس ونسمعوه هو كيفاش يحكي عن نفسه. أولا أنه برهان بسيس عمره ما كان قواد، وهذه أنا مقتنع بها تماما. اسمعوه هو شو يقول عن روحه. برهان بسيس ما لعبش دور الوجه وافتخر بذلك. وقت اللي نحط راسي على المخدة وإذا كان حد يجيب لي أي حاجة من النوع هذايا يتفضل، لم ألعب دور الوجه. بل على العكس برهان ساعد بعض السياسيين من خلال علاقته المتميزة مع الرئاسة،
وهنا بين قوسين نوجهوا كلمة للقوادة اللي الآن تجري وراء المعارضين والسياسيين، ونقول لهم تعلموا شوية على الأقل من برهان بسيس. برهان بسيس كان يختلف مع الإسلاميين لكن ما كانش قواد، وإنما دخل في صراع معاهم برجولية. برهان بسيس كان واضح وما كانش متلون، وهذا هو الشيء اللي خليني نحترمه عليه ونقدره. كلنا نعرف اللي برهان بسيس صارع الإسلاميين واختصم معهم سواء قبل الثورة وبعدها، ولكن هذا لم يمنع برهان بسيس أن يقول أن المشهد السياسي بدون النهضة لا يمكن أن يتصور، وأن راشد الغنوشي هو الشخصية الوحيدة في تونس السياسية اللي كان تخدم وعنده علاقات ممتدة. أنه السيد هذا هو الوحيد اللي قاعد يخدم ويتحرك خويا العزيز. شكون اللي منعهم الناس الاخرين؟ شكون اللي منع شخصيات وطنيه اخرى انها تمشي؟ شكون اللي منع نقابي انه يمشي؟ شنو اللي منع لوتيكا انه يمشي؟ شنو اللي يمنع الكونيكت انه يمشي؟ شنو اللي يمنع بقيه الاحزاب السياسيه انها تمشي؟ منعها انه ما همش معدلين على المسائل هذه. والنهضه احكم عليها، كون معاها ولا ما تكونش معاها، تعطي قيمه لها القضايا هذه، الشيء اللي خلاها اليوم في قلب العمليه السياسيه وطنيا واقليميا. ثم حاجة أخرى أيضا تبين أنه برهان بسيس فاهم بالضبط الحياة السياسية التونسية، لأنه في كل فيديوهات وحتى قبل الثورة كان يقول تونس عصية على الحريق، ما يمكنش تدخل في حروب أهلية، وهذا كلام صحيح ومنطقي جدا. تونس ستبقى عصية على الحريق، وهذا كلام نحتاجوه احنا اليوم ونحتاجوه في كل فترة يعني. ولذلك لما سئل برهان بسيس بعد انقلاب 25 جويلية قالوا له هل يمكن أن يتواجد ديكتاتور يستطيع أن يغير الوضع من سيء إلى أحسن؟ أجاب بأنه هذا ما عادش ممكن وما عادش يتماشى مع العصر. اسمعوه مباشرة، ها وش يقول. برهان شفت جملتي واضحة، ديكتاتورية مستنيرة معناتها يجيك إنسان يمتلك كل السلطات ويجي يوجه البلاد وفق ما يرى هو مصلحة البلاد. لا ما عادش متاع العصر. وتتحقق نمو اقتصادي، نمو اجتماعي، نمو ثقافي. ما عادش متاع العصر. ما عادش متاع العصر. وتونس لكن المراه جميله، تنجم راك تتشدها في الدار من النوع هذايا عام عامين ثلاثه، تنجم تزغرت لها في مخها انه بالطريقه هذه راهي باش تولي بالكدا، اما تونس ما تحتملش. شفتوا أيها الأصدقاء علاش أنا نحترم برهان بسيس رغم اختلافي الكبير معه؟ لأنه ببساطة برهان بسيس نموذج للإعلامي التونسي الصادق مع نفسه الساعة والصادق مع بلاده. اختلفت معه كما تحب، لكن لا يمكن أن أشكك شخصيا، لا يمكن أن أشكك في هذه المسألة، ولذلك نحترمه. لو قارناه ببعض زملائه لوجدنا فرقا شاسعا وبونا شاسعا بينه وبين بعض ما يسمون بالإعلاميين. لذلك فأنا اليوم أرفع تحية تقدير واحترام لبرهان بسيس ولكل الإعلاميين الصادقين اللي هم للأسف عددهم قليل جدا جدا، ونقول لهم راكم أنتم على الدرب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم الكلي كالمعتقلين منهم، ويحفظ اللي ما زالوا صادقين وما زالوا يناضلوا من أجل الكلمة الحرة في تونس. وإلى شريط جديد أستودعكم والسلام عليكم.